بيبدأ الفيلم بأرون بيكون في بيته وبيجهز للتخييم في الصحراء. بيجهز نفسه وبياخد أغراضه وبينزل يركب العربية ويتكل على الله. اليوم ده بتاريخ 25 أبريل 2003، وبياخد معاه كاميرا وبيصور بيها كل حاجة بيعملها. في التسجيل كان بيقول إنه رايح للأماكن الضيقة. بيفضل يسوق لحد ما راح مكان التخييم بالعربية وينام في الخيمة بتاعته، وتاني يوم بياخد العجلة ويتمشى فيها في الصحراء لحد ما يروح لمكان الوادي بلو جون. بيسجل فيديو ويقول فيه ان في منشورات بتقول ان فاضله 4 ساعات قبل ما يوصل هناك، لكن انا هوصل في 5 دقايق واكسر الرقم القياسي. وهو ماشي بالعجلة بينقلب من عليها وبيصور نفسه لما وقع، وكمان بيصور نفسه وهو ماشي. يوصل لمكان قريب من الوادي وبيسيب العجلة وبيكمل ماشي. وهو ماشي في الطريق بيلاقي بنات وبيروح لهم بسرعة، بيتعرف عليهم ويعرفهم على نفسه. واحدة اسمها كريستي والتانية اسمها ميجان. وبيقول لهم على مكان مميز جدا وبيقتنعوا بكلامه ويروحوا معاه. بيروحوا مكان ضيق بين الصخور، وارون بيمثل عليهم ان هو وقع وبيضحك عليهم. وهنا البنات بيعرفوا ان هو شقي قوي، وارون بينده لهم ينزلوا في الميه وبيكونوا خايفين ومترددين، ولكن كريستي بتنزل وكمان وراها صاحبتها ميجان. عرفوا ان ارون وداهم لبحيرة البلو جون، وهي بتكون بحيرة في وسط الصخور. بيلعبوا ويسبحوا شوية ويطلعوا ياخدوا صور مع بعض. البنات قالوا له ان في حفلة في بيتهم بكرة، انت لا لازم تيجي. بيوافق طبعا وبيودعهم ويرجع لطريقه تاني. كريستي بتقول لميجان الولد ده مز جدا، ده عجب غلبان يا ارون، ما تعرفش المصيبه اللي مستنياك. ارون بيمشي بين الصخور وبيفضل يصور. بيوصل لمكان عالي ولازم ينزل في المكان ده، وبيحشر نفسه بين الصخور وبيخلي باله عشان ما يقعش. والحجره اللي كان ماسك فيها وقعته ووقعت وراه. هنا المصيبه لان ايده اتحشرت ومش عارف يطلعها، وبيعطش وبتكون معاه ازازه ميه واحده بس وبيشرب منها شويه لانه عارف ان المشكله هتطول. وبيشغل الساعه على العداد عشان يعرف هو يقعد قد ايه في المكان ده. ويفضل ينده على كريستي وكمان ميجان، لكن لا حياة لمن تنادي. وبيطلع كل أغراضه من الشنطة ويحطها على الصخرة، وكان معاه سكينة وبيكسر في الحجرة عشان يطلع إيده، بس الحجرة تعملها وتوقع السكينة تحتيه، وبيجي يحاول يجيبها وإيده مش طايلاه. بيشيل الكوتشي عشان يجيبها برجله وكمان مش بيعرف. وبيلاقي غصن شجرة جنبه وبيجيب بيها السكينة، وبتمر ساعات وهو متذنب تذنيبة وحشة. وبيجي الليل عليه بيكون عطشان وبيفتح ازازة المية، بياخد بق واحد عشان ما تخلصش. وكان معاه حبل رفعه في ايه على صخرة عشان ترفعه، ولكن من التعب بينام على الصخرة ومش داري بنفسه. وبيقعد للصبح ويشوف سطوع الشمس على الصخرة، وبيحط ايده على الشمس وبيستمتع بيها، وبيتذكر ايام ما كان بيجي هو وابوه في المكان ده. وبعدها بيصور فيديو ويقول فيه انا بقالي يوم محشور بين الصخور، واذا واحد في يوم من الايام لقى الكاميرا دي يديها لاهله. وبيحكي اللي حصل معاه وازاي الحجره وقعت عليه واتحشر هنا، وصور ايده انها زرقت لما الدم اتحبس عنها. ويقول ان هي لازم تتقطع، وبيصور اخر شويه ميه معاه وهو بيسجل في شوية تراب وقعوا عليه. كان بيفكر ان في حد ماشي فوق وبيفضل ينادي لكن مفيش حد للأسف. وبيجي الليل يلف على جسمه كله حبل عشان ما يبردش، ويحطه في ايه قماشة عشان ينام، وبيفضل يهلوس ويتخيل نفسه ان هو في الحفلة اللي عزمته عليها كريستي. والمفروض في الوقت ده هو هناك في الحفلة وبيعطش وبيشرب شوية مية، ويتحسر على اخر شوية مية في الازازة، وبيجي يشيل العدسات من عينه. وكان بيتذكر ان هو كان بيلبسها قبل ما كان يجي، وكان بيتجاهل المكالمة بتاعت امه، وما كانش يعرف الحزين ان ده اخر يوم يسمع فيه صوت امه. وكان بيتذكر الخريطة اللي معاه اللي كان بيصورها، وصاحب الشغل كان بيقول له رايح فين وكانش بيرد عليه، واتمنى ان هو كان رد عليه وقال له على الاقل كان ساعد. وبينام وبيفضل يشيل النمل من على وشه، وبيعدي عليه اليوم الثالث وهو محصور بين الثقوب. بيحاول يسحب الحبل من فوقيه بعد ما ربطها في الصخرة اللي حشرة في ايده، بس مش قادر يعمل اي حاجة لانه عطشان وكمان تعبان. وبيفتكر العصير اللي معاه في العربية، والعصير ده كان وقتها بالنسبة ليه كان كنز. وبيشرب شوية مية صغيرين وبيسجل فيديو وبيحكي فيه اللي حصل معاه في اليوم الثالث
هناك. وقال كمان ان الصخرة دي عاوزة ونش عشان تترفع. وقال كمان ان معوش الا شوية مية يا دوبك يكفوه لبكرة. وقال كمان ان الشورت اللي هو لابسه بقى عبارة عن حمام كل شويه يعمل فيه، ومعاه كيس بيتبول فيه وخايف يشرب بوله، وفي غراب بيطير فوقيه كل يوم الساعة 8 و17 دقيقة. ولما الساعة تيجي 9:30 الشمس بتوصل للصخرة، وإن إيده بقت جزء من الصخرة دي. وقرر أرون بعد ما فقد الأمل إنه يقطع إيده عشان يعرف يطلع من المكان ده، وبيربط ايده عشان يوقف النزيف. وبيجي عشان يقطع ايده وبتكون السكينة باردة جدا، وبيقول في الكاميرا ان هو نسي السكينة السويسرية هناك في العربية، والسكينة دي مصنوعة في الصين. وبينصح في الكاميرا ان يشوف الفيديو ده ما يجيبش اي حاجة من الصين، حتى ارون كره صناعة الصين. وبتقع منه ازازة المية وبتخلص كلها. بص للازازة وبيشتمها. وبيغمض عينه من خنقته وبيتذكر حبيبته القديمة رنا. بيفوق من تخيلاته بسبب صوت الرعد والدنيا بتمطر عليه، وارون يفرح ويملى الازازة مية، وبسبب كترة المية المكان اللي فيه ارون بيغرق، ولكن المية بتساعده ويحرك الصخرة، واخيرا بيطلع ايده وبيطلع من المكان وراح العربية بتاعته وبيسوق العربية عشان يروح لبيت رنا. بينده عليها من ورا الباب وهي مش سامعاه، ونكتشف في الاخر ان ارون كان بيحلم. بيكون مقهور جدا، وبندخل في اليوم الرابع وبيتخيل نفسه قدام الكاميرا في لقاء تلفزيون، وبيدي تحية لأبوه وبيعتذر لأمه عشان ما كانش بيرد عليها، وبيتندم ان هو ما قالش لحد على رحله منيله ب60 نيله دي، وقال ان هو بيحب اهله جدا. وبيشرب اخر شويه ميه عنده في الازازه، وبيضرب ايده بالسكينه عشان يكسر عظم ايده ويقدر يقطعها، لكن مش بيقدر وطلع السكينه تاني وبيلحس الدم لانه عطشان وكمان جعان. يجي اليوم الخامس ويضطر يشرب البول اللي كان مخليه في الكيس، بيحاول يكسر الحجره بالسكين عشان يطلع ايده، ويشوف تهيؤات غريبه، وبيفتكر اليوم اللي اتخلى فيه عن رنا حبيبته القديمة، وبيتخيل ان اهله قاعدين ويبصوا عليه. بيعتذر لاخته لانه مش هيكون عايش عشان يشوفه، بيفضل يلوم نفسه على كل اللي حصل، وبيقول ان الحجرة اللي وقعت على ايده موجودة قبل ما يتولد، والحجرة دي مستنية يومه عشان تخرب عليه حياته. وكاميرته بتخلص شحن، وفي حصينة كتير بتعدي من فوقيه، والمكان كله بيبقى تراب، وبيغمى على ارون وبيفضل قاعد يتهيأ له انه مخلف ولد، وبيفضل يبص عليه. تكون عينه مدمعة على ابنه اللي اصلا مش موجود، وبيجيله عزيمة ان هو يكسر ايده. فعلا بيكسرها وبيتوجع جدا، وبيجيب السكينة الباردة بيفضل يقص في ايده شوية شوية، بيفضل ينزف لكن مش بيقف عن اللي بيعمله عشان شايف ابنه قدامه. بيفضل مكمل قطع في ايده لحد ما يخلص اخيرا بيطلع ايده بعد 127 ساعة من العذاب. يلف حبل على ايده عشان يوقف النزيف، واخيرا بيتحرك من المكان. صور الحجرة بالكاميرا الصغيرة وبيبص في السماء يشكر ربه ان هو خلصه من العذاب ده. ويطلع ارون في مكان عالي ويبص على الصخور، ويبص تحتيه بيلاقي بحيرة صغيرة. الصخرة اللي جنبه بيلاقي فيها مسامير عشان يربط فيها الحبل بتاعه وينزل تحت في البحيرة. وبعد ما ينزل بيرمي نفسه في البحيرة ويفضل يشرب لحد ما يملى كرش، وبيملى الازازة بتاعته مية، وبيفضل ماشي بين الصخور، وكل ما يقع يقوم تاني ميفقدش الامل وبيكمل لحد ما يلاقي راجل ومراته وابنه كمان طالعين يتمشوا، ويندع عليهم ويجوا جري ينقذوه. وطلبوا هليكوبتر اسعاف لارون. بعد ما تعالج القنوات كلها بتعمل معاه لقاءات تلفزيونيه اللي حصل معاه واللي شافه، والعالم كله بيحكي واتحكى عليه. وبعد اللي حصل معاه ب3 سنين بيتجوز واحدة اسمها جيسيكا ويخلف منها ولد صغير. وبعد كل اللي حصل ده ما تبش، ورجع يتسلق الجبال تاني، ويا رب بقى المرة دي يقول لأهله هو فين رايح. في آخر الفيلم رجع لعيشته الطبيعية تاني. ما تنساش بقى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مع السلامة.